صباح الخير عليكم، كي راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في القناة. الا كنتوا اول مره تشاهدوا الفيديو ما عليكم الا الاشتراك والضغط على الجرس. وصفتي لنهار اليوم رايحه ندير لكم بسبوسه بزاف بنينه، بسبوسه بذوق الشوكولا. هنا بسم الله عندي حبه بيض كما تعرفوا تكون بدرجه حراره المطبخ وتكون متوسطه في الحجم. هنا في الكاس تاع 220 مليلتر درت مابا نصف كيلو من السكر ونزيدو عليها قريصه ملح ونخلطو حتى يبيض الخليط نوعا ما. نضيفو بنفس الكيلو، عندي هنا كيلو الا ربع من الحليب اللي يكون دافئ، وراح تشوفوا انها ما تجيش معجنه تماما. وديروا النصف كاس من نفس الكيلو يكون زيت، نضيفوه على ضربه واحده ونبدو نخلطو فيه. خلطوا حتى هذاك السكر يذوب، وضيفوا بيان سور الليم ولا التشينا باش تجيكم البنه تاع البسبوسه شابه. اما هذا العطر فقط من اجل التلوين باش لا كولور تاعها تجي شويه صفراء. نديروا كذلك لافاني بودره حوالي ملعقه صغيره ونخلطوا. انا ندير لها المزهر تجيب لنا تاعها روعه. درت هذا تاع القصبه اللي تجي فيه الريحه حوالي 3 ملاعق كبار من المزهر. بالنسبه للبسبوسه نتاعي انا نديرها بالسميد المتوسط باش ما تجينيش معجنه من الداخل. انا نديرها بالسميد المتوسط، هذا نتاع الميزان. درت كيلو كامله من الكاس تاع 220 مليلتر مع هذوك السوائل اللي درتهم. شوفوا كيفاش كان الخليط، كان مازال يحتاج لهذا تضيفوا عليه كذلك كيلو من الفرينه ومعها كيس خميره كيميائيه بوزن 10 غرام. انا هنا صراحه درت تقدروا تقولوا غلطه، نورمالمون ندير كيلو اقل من 3 ملاعق، لاني ضفت 3 ملاعق كبار من جوز الهند نوات كوكو. دونك هكا باش تكون عندكم كيلو سميد ومعها كيلو الا ربع فرينه مع 3 ملاعق كبار من جوز الهند. فوالا شوفوا هنا الخليط كيفاش راه تقريبا ثقيل. بالنسبه لجوز الهند انا كي نشري حاجه وتكون النوعيه تاعها مليحه نحافظ على لومبالاج هكا باش نعاود نشري كيفاه. وجوز الهند يعطيكم بنه بزاف بنينه، خصوصا كي ديروا الليمون وتزيدوا تسقوها تبقى لكم طريه. فوالا هنا نخلطو ونعاود نقول لكم هنا لاني كثرت الفرينه عاود كنت ملزمه باش ندير 3 ملاعق زيت باش نعاود شويه نسوبليها. فوالا هاد الصينيه درت الشكل هذا دائري فيها 23 سنتيمتر القطره تاعها. الفرن كنت شعلته مسبق ملي بديت التحضير تاع الحلوى نتاعي على 180 درجه، خليته سخن مليح ومن بعد درتها في الرف الفوقاني خليتها طابت لي حوالي 17 دقيقه. بالنسبه للشربات نتاعي الفيديو هنا ما حكمليش، المهم درت كاس ماء وكاس الا ربع من الماء مع كاس سكر، خليته حتى يغلي حتى ولا لي منه كاس وربع. ونزيد نضيف تقريبا الربع من المزهر وضفت له عطر الكراميل باش يعطيني اللون والرائحه والبنه نتاعه. فوالا انا خلطت كل شيء في اناء واحد، وبعد ما خرجتها وهي ساخنه نشربها بهذا الشربات وهي بارده. فوالا كيما راكم تشوفوا نبدا نشرب فيها وعيني ميزاني. انا نعرف يعني الا كانت شاربه بزاف ولا مازال راح تقعدوا هكا تسقيوها وتحركوا الاناء تاعكم ومن بعد تضغطوا شويه بالاصابع تاعكم تشوفوا الا راه واصل ولا مازالت ناشفه. وفقط كملاحظه هذا السميد المتوسط يشرب اكثر من السميد الرقيق ولكن ما يتعجنش مهما تشربيه، يجيكم تقريبا كيما الشاميه. شوفوا كيفاش راه. دونك نخليها تتشرب مليح ونخليها تبرد. بعدها رايحه نجيبو طبسي نحطوه ونقلبو باش نزينها على السطح اللي طاب عليه على القاعده. فوالا هنا كي قلبتها كانت بارده. شوفوا كيفاش راهي مهويه، دونك ما تجيش معجنه. دونك رايحه ندير شويه تاع الشوكولا، كانت عندي هذه مرجان نديرها في حمام مائي نقطعها مليح. بعدها نضيف عليها شويه تاع الحليب ولا الماء. انا ضفت الحليب ومبغيتش ندير الزيت باسكو لا بريونس راهي فيها والحلاوه راهي فيها. دونك درت الحليب فقط بشويه نسوب ليها ودرتها في السطح وخليتها تبرد حتى الغد باش عاد قسمتها.
وهنا راني وصلت الى نهايه الفيديو. نقول لكم بلي هاد البسبوسه ما تجيش حلوه، تجي مليحه في الحلاوه للناس اللي يبغوها تكون معتدله في الحلاوه. المهم زدت زينتها بشويه تاع جوز الهند، خليتها تبرد حتى الصباح وقسمتها. جاتني البنه تاعها روعه بزاف، بنينه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الوصفه وتولي هي المعتمده عندكم. ورايحه نزيد نفتحها باش تشوفوا القوام تاعها من الداخل. إلا كنتوا أول مرة تشاهدوا الفيديوهات تاوعي، نتمنى أنكم تشتركوا في القناة، تجربوها وتكتبوا لي تعليق.